انت مش محتاج تكون شبه اي حد على السوشيال ميديا عشان تبقى صح. النهارده همسك المايك عشان الصوت يكون واضح. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم في موضوع مهم برضو، يعني حاسه ان انا كل اللي كاتباه هيكون مهم، بس ده ممكن شويه حساس كده انه ممكن يتفهم غلط، وانا مش عايزه اتفهم في حاجات معينه غلط فيه، فكتبت كتير قوي عشان اوضحه بالامثله ومش عايزه اي احتماليه للغلط، وهتكلم فيه عشان حاسه انه اي حد حاسس كده فهو محتاج يسمع الكلام ده عشان يعرف انه مش ناقصه حاجة، مش محتاج حاجة، المهم تكون صحته كويسة، حالته النفسية كويسة، وبس كده. هو مش محتاج اي حاجة من اللي موجودة اونلاين. احاول ادخل في الموضوع ويكون كده مترتب صح. انا كاتبة كتير قوي علشان اقول كل اللي في دماغي. السوشيال ميديا دلوقتي ما نقدرش نقول ان مفيش حد فينا عنده اكاونت في اي بلاتفورم وقاعد بيقلب طول اليوم. في بقى فقرة تفكير كده انه انا ليه مش بعمل حاجة معينة شايفها اونلاين زي ما الشخص ده بيعملها، او ليه مش باكل بنفس الطريقة، او ليه مش بشرب بنفس الطريقة، او ليه مش بخرج بنفس الطريقة. طبعا انا جايبة امثلة اللي هي في الاول خالص، مش ضروري الامثلة دي تكون بس هي اما حد بيقلب على السوشيال ميديا بيفكر فيها، لا، في حاجات كتير قوي. والفيديو وانا بصوره بفكر في اي حد شاف حاجة مع حد على السوشيال ميديا، او شاف حاجة معينة وحس ان هو محتاج يشتريها، محتاج يعملها، حاسس ان حياته مش مستقرة او ناقصها حاجة وهو فعلا مش محتاجها. يعني امثلة صغيرة كده على اللي بيحصل دلوقتي مثلا على السوشيال ميديا بالنسبة للبنات، انه بشرب كوفي كل يوم، بشرب ماتشا. لو طبيعة شعري كيرلي فانا لازم يكون على طبيعته، ما ينفعش افرده عشان يكون شكله صحي. انا لازم اصحى بدري واشتغل من بدري، اكون شخص ماشي في روتين صحي، لازم اصحى من الساعة 5 الفجر. هل كل الحاجات دي انت محتاجاها؟ طبعا كلنا محتاجين نكون اشخاص عايشة حياة صحية، صحتها كويسة، شكلها كويس، كل ده محدش هيقدر يختلف عليه. بس اللي ممكن نختلف عليه او اللي من وجهة نظري محتاجين نفكر فيه شوية قبل ما نبدأ اننا نعمله، طبعا نسيت الساور دو، وانا من الناس اللي بتجرب تعمل ساور دو، بس كلامي بقى مش ضد الحاجات دي خالص. طول الوقت في حاجات صحية وفي حاجات كويسة موجودة اصلا في الحياة. الفكرة ان هي لما بتطلع على السوشيال ميديا هي بتكون قدامنا اكتر، بتكون ترند اكتر، فبنحس ان احنا محتاجينها اكتر. بس العكس، احنا مش محتاجينها. لو بنصحى الصبح كويسين، صحتنا كويسة، قادرين نتحرك، قادرين نشتغل، قادرين نعمل مهام يومنا العادي، فاحنا مش محتاجين ماتشا. بس ممكن اكون شفتها اونلاين فحابة اجربها، فعادي اجربها، بس مش ضروري احبها، مش ضروري تكون في روتيني اليومي، مش ضروري لما اصحى الصبح اشرب كوفي. انا من الناس اللي مش بتحب القهوه اصلا. مثلا الشعر الكيرلي، لو انتي طبيعه شعر كيرلي فانتي مش المفروض تفرديه ولا تستخدمي حراره ولا كل ده عشان بيضر شعر. هل دي حاجه ممكن نختلف عليها؟ لا. بس لو انتي متضايقه من شكل شعرك في الكيرلي، مش بتحبيه، فانتي مش مضطره تبقي على طبيعتك عشان ترضي المجتمع اللي بيثبتلك ان انتي لو ما عملتيش كده فانتي فيكي حاجه غلط، او ان انتي لو بتفرديه فانتي شعرك كده على طول انت بتضريه وعلى طول متدمر، حتى لو انت شايفاه انه كويس. يعني في ناس بتفرد شعرها، انا منهم، بتحافظ عليه، وده اللي موجود دلوقتي، انه ناس بتجيب حاجه تحمي شعرها من الحراره قبل ما تستخدمه على الحراره، بتاخده معاها لو رايحه الكوافير غير لو هي بتعمل في البيت. فلو ركزنا كده هنلاقي ناس بتتكلم ان الشعر كله طبيعي حلو وكل حاجه وكده وعادي نعمله، والاحسن نكون على طبيعه شعرنا عشان ما نضروش. والناس برضو اللي بتعمل شعرها وبتقولك ان هي بتحافظ عليه وما حصلوش اي ضرر، هم برضو كويسين. فالفكرة هنا بقى على الناس اللي بنتفرج عليها، حاسة ان ده ممكن يكون واجب عليهم، واجب على اي حد بيعمل كونتنت، انه لما اعمل حاجة مش ضروري اقول للناس ان هي بس اللي صح، عشان في ناس بتتأثر بده وبتحس ان هي في حياتها في حاجة ناقصة، او ان هي روتين حياتها مش صحي. انا عايزة اتكلم في الموضوع ده بكذا نقطة، الموضوع مفتوح جدا، الامثلة كتيرة جدا. ممكن طريقة اللبس معينة منتشرة، ممكن اكلة معينة منتشرة، فورمة وجيم وحد مثلا بتتابعوه ينزل الجيم، بس كل ده طبيعي جدا يأثر علينا، مش عشان احنا فينا حاجة غلط، لا، عشان دي السوشيال ميديا. ده ممكن سببها الاساسي، ده اللي هي مبنية عليه، ان هي تأثر. الانفلونسر اسمه انفلونسر عشان هو بيأثر رأيه في رأي اللي حواليه. فهل بقى الناس دي غلط؟ هل الناس دي نعملها انفولو؟ هل الناس دي بتضرنا؟ لا، هي الفكرة
في حاجة صغيرة قوي مننا ومنهم. مننا ان احنا لما بنتفرج احنا بناخد الحاجات اللي احنا عايزين نضيفها لحياتنا، اللي احنا عايزين نختبرها، اجربها، انا محتاجة اجرب ده، وما ناخدش اللي احنا شايفينه مش مناسب لحياتنا. من الناحية التانية اللي بينزل محتوى انه يكون مش بيصنف الحاجة اللي بيعملها انه هي صح، بس اللي بتعمل شعرها كيرلي ما تتكلمش على اللي بتفرد شعرها ان هي دي حاجة غلط وهتدمر، لا، هي ممكن تكون حاجة بتضر شعرك بس لو انت عارفة تحافظي عليه فما فيهاش اي مشكلة ان انت تعمليه. المهم تكوني مرتاحة نفسيا لده، عشان لو انا بعمل شعري كيرلي او بفرده بس انا نفسيا مش مرتاحة لشكلي ده، فانا كده استفدت ايه؟ يعني انا ما فيش اي استفادة غير ان انا سمعت كلام اللي حواليا بس انا مش مرتاحة. انا لو شربت ماتشا وطعمها وحش جدا بس انا بشربها بالعافية عشان شايفة الناس كلها بتشربها، انا استفدت ايه؟ طب ما اشرب مشروب مريح كده وانا بشربه انا مستمتعة بيه وفي نفس الوقت صحي، والحاجات دي كتير جدا. الكوفي دبل اسبريسو مش عارفة ايه، انا ده لما بشربه ببقى مش قادرة. طب هشربه ليه لو انا مش مرتاحة؟ اما ممكن مثلا اعمل ايس لاتيه مش عارفة ايه، حاجات كده اللي هو تبقى خفيفة وبرضه هتفوقني، او اتجنب خالص القهوة واعمل اي حاجة تانية، اعمل تمارين، اعمل اي حاجة هتديني نفس الاحساس بس هي مريحة بالنسبة لي مش هي المنتشر. الموضوع ده كان شوية حساس ليه؟ لانه مش عايزة يتفهم ان الناس على السوشيال ميديا وحشة وعايزين نعمل انفولو لكله واقفلوا. لا، انتوا بتشوفوا فيديو اصلا من على السوشيال ميديا، احنا مش هنبطل نستخدم ده لان ده بقت حاجة طبيعية جدا في حياتنا ومش بالضروري تبقى مضرة. الفكرة كلها في انه انا لما هتأثر بحاجة او هبدأ استخدمها في حياتي هي تكون حاجة مفيدة ليا تفرق في حياتي فعلا، لان انا فاتح اونلاين وبقلب عشان استفيد. فلو فرقت معايا يبقى تمام، حسيتها مش مريحة لحياتي مش مريحة لنفسيتي هلغيها. ولا الناس اللي بتقدمها وحشة ولا انا مضطر ان انا اعمل كل حاجة بتحصل قدامي على السوشيال ميديا. وده يوصلنا لحاجة اسمها الذوق الشخصي او ذوق كل واحد فينا. لو مثلا احنا في اوضة 5، ذوق كل واحد في ال5 هو 100% مختلف، فذوقك او ذوقك الشخصي هو مش بالضروري يكون شبه حاجة على السوشيال ميديا. ممكن واحدة معينة اتفق معاها على طريقة شعرها، واحدة تانية تعجبني معاها طريقة الميك اب. ليه انا ما عجبنيش طريقة الاولى في الميك اب؟ هل علشان طريقتها وحشة؟ لا، بس ممكن طريقة الأولى مش مناسبة مع شكل عيني، مش مناسبة مع شكل بشرتي، مش مناسبة مع درجة بشرتي، مش مناسبة مع الشيب بتاع وشي. الأولى كويسة والتانية كويسة، أنا هستفيد من دي في حاجة وهستفيد من دي في حاجة تانية عشان أشوف المناسب لذوقي الشخصي ولحياتي ولنفسيتي. ممكن ما اخدش من الأولى ولا من التانية أي حاجة لأن أنا مرتاحة في الحاجة اللي أنا بعملها، ده برضو مش غلط. طبعا الأمثلة اللي أنا قلتها ماتشا، طريقة لبس، جيم، دي حاجات برضو في روتين الحياة اليومي ممكن تأثر في حياتنا جدا وممكن تبقى صغيرة لبعض الناس. بس في حاجات طبعا أكبر بكتير، طريقة الحياة، الخروجات، حاجة في بيت حد، ممكن يبقى موضوع فيديو تاني وهي المقارنة الاجتماعية يعني، بس ممكن نحطها هنا برضو لأنه موضوع السوشيال ميديا مليان كل الحاجات دي. إن أي حاجة من دي أنت مش محتاج تكون شبه حد، أنت محتاج بس تكون الحاجة المريحة ليك نفسيا، الحاجة اللي لما بتصحى وبتشوفها أو بتعملها بتكون مرتاح ومبسوط، مش بتعملها عشان ترضي أي حد أو ترضي أي فكرة موجودة على السوشيال ميديا أو أي صورة شفتها. مش بالضروري تكون الناس اتكلمت في الحاجة دي مباشر ليك وتقولك أنت لازم تعملي شعرك كيرلي، أنت لازم تنزل الجيم، مش بالضروري الناس تكون اتكلمت كده لأنه قليل جدا لما الناس بتعمل كده. بس ممكن أبقى شفت صورة وحسيت إن أنا محتاجة أجيب العربية دي جدا. لا، هو أنت برضو مش محتاج العربية دي جدا، أنت بس محتاج تشوف أنت محتاج إيه. هي جملة بديهية بس فعلا أنت محتاج تشوف أنت محتاج إيه في حياتك وهو ده اللي أنت هتشتغل عليه، هتبدأ تفكر هو إزاي أنفذه. لكن هل أنا محتاج اللي أنا شفته على السوشيال ميديا؟ مش بالضروري خالص. في حد ممكن يقول لي مثلا طيب انا عادي بتفرج وبقلب ومش بيفرق معايا وبقفل وانا ماشي في حياتي ومش بتاثر باي حد طيب دي حاجه حلوه جدا، يبقى الفيديو ده مش ليك او اللي هو زي زياده معلومات. لكن في ناس فعلا بتتاثر وبتحس ان يومها ناقصه كتير، فالفيديو ده ليهم عشان يعرفوا ان هم مش ناقصهم اي حاجه. جزء الشعر الكيرلي والمفروض والطبيعي عشان اوضح لكم قد ايه ممكن ان اثر، هتلاقي الناس في فتره شعرها طبيعته مفرود وناعم بدأت تروح تعمل شعرها بالحرارة عشان يوصل انه يكون شكله كيرلي، والعكس الناس اللي شعرها كيرلي تروح برضو تعمله بالحرارة علشان يكون مفرود. المهم ده او ده اما اجي اعمله عشان هو مريح ليا. اعملي اللي انت يريحك نفسيا، المهم تحافظي على صحتك على نفسيتك، حياتك تكون مستقرة، قادرة تصحي وتعملي كل حاجة في حياتك وانت مبسوطة. طالما ده بيحصل ليكي او ليك فانتوا كده ماشيين صح في حياتكم، مش محتاجين تغيروا اي حاجة في حياتكم، مش محتاجين تكونوا شبه حد، المهم تكونوا
تكونوا مرتاحين. في فيلم لو اتفرجتوا عليه هتفهموا حاجة كده تخص السوشيال ميديا هي ازاي بتأثر على حياتنا وازاي هو متصمم اصلا عشان يأثر على حياتنا. الفيلم اسمه The Social Dilemma، حاولوا تشوفوه، انا مش عايزة احرقه عشان لو حد فكر يشوفه. الفيلم هيفرق معاكم جدا تفهموا قد ايه ممكن اللايك او الشير، الحاجات الصغيرة قوي في اي بلاتفورم هي مصممة عشان تأثر فيك أصلا. من ساعة ما اتفرجت عليه، أنا تقريبا اتفرجت عليه 4 مرات، كل ما بحس إن أنا متوترة بسبب كتر السوشيال ميديا، خصوصا ان انا موجوده هنا على طول لان ده يعتبر مجال شغلي، اروح اتفرج عليه بعدها بحس ان انا عايزه اقفل الموبايل. طبعا ده غلط بالنسبه لي، بس انتوا لو عرفتوا تعملوا ده مش قادره اقول لكم على الاحساس اللي انتوا هتحسوه مثلا لمده اسبوع وارجعوا تاني. يعني خلاص كده كده لازم حياتنا ليها علاقه بالسوشيال ميديا، بس لو قدرتوا تعملوا ده اسبوع، لو انتوا متضايقين او حاسين ان انتوا في حاجه ناقصاكوا او كده، اقفلوا الموبايل اسبوع بعد الفيلم ده، بعد ما تفهموا اللي انا قصدي عليه في الفيلم ده، وشوفوا الفرق اللي هتحسوه في حياتكم، في يومكم، حتى في الحاجه اللي كنت شايفها مثلا ناقصاك هتحس ان انا عندي وبزياده. يعني مش عايزه احرق فيه كتير، بس شوفوه، ولو شفتوه قولوا لي رايكم. اتمنى يكون الفيديو ده فرق معاكم. ما زلت بفكر بصوت عالي ودي حاجه بسطاني، الافكار دي ممكن تكون جوايا طول الوقت وعايزه اقولها كده بصوت عالي عشان لو حد حاسس اي احساس من ده يسمعني. بس ببقى متردده، بس انتوا بصراحه شجعتوني قوي على اخر فيديو، وعايزاكم تستمروا في ان انتوا تشجعوني عشان انا عندي نوت قد كده عايزه احكي كل اللي فيها. ولو في حاجه انتوا بتفكروا فيها ممكن تقولوا لي ونفكر مع بعض، انا احب ده جدا. بس كده، وده فيديو كل تلات الساعه 3. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وما تنسوش تعملوا لي فولو في كل مكان.